محمد يا صلاح مش لدرجه الاعتزال يا اسطى. ايه اللي انا سامعه ده؟ ايه اللي انا سامعه ده يا محمد يا صلاح؟ هتعتزل دوليا، هتعتزل دوليا لو ما كسبناش افريقيا. لا يا ابو صلاح، لا يا ابو صلاح، مين هيروح معانا كاس عالم؟ مين؟ لا يا جماعه، لا يا جماعه، حد يكذب الخبر ده. ايه الاخبار اللي طالعه بتقول لك ان محمد صلاح في حاله عدم فوز منتخب مصر ببطولة افريقيا هيعتزل اللعب دوليا؟ طب ده كلام، ده كلام يا جماعة يتقال، ده كلام يتقال ان محمد صلاح يعتزل دوليا؟ هو احنا عندنا غيره؟ سيبك من قصة ان هو يعني ما بيكونش موفق، مش موجود، ما تفهمش اللي بيحصل. هو بيجي عندنا وبيعطل، الصراحة تتقال، يعني الصراحة تتقال يا ابو صلاح. هو بيجي عندنا وما تفهمش، ما تفهمش محمد صلاح، تحس ان الكيمياء مش راكبة معاه، او كيمياء مش راكبه مع المنتخب. انا مش فاهمها، ما انا برضو الصراحه تتقال انا مش فاهمها دي. ولكن ان هو يعتزل اللعب دوليا، دي مصيبه، دي مصيبه. انت بتتكلم النجم بتاعك، السوبر ستار، الميجا ستار بتاع الفريق بتاعك اللي بيخوف المنافسين يعتزل اللعب دوليا. مين بقى اللي هيلعب الناحيه؟ قولوا لي مين اللي يلعب ناحيه اليمين يعني في منتخب مصر؟ ما يا جماعه برضو، يا جماعه ان هو يعتزل اللعب دوليا يعني دي حاجه تضايق. سيبك من محمد صلاح ان هو مش موفق في ماتش امبارح والكلام ده كله، ولكن احنا لازم نفضل ندعم محمد صلاح. منتخب مصر لازم نفضل في ظهر منتخبنا، احنا هنفضل في ظهر منتخبنا مهما كان الاسباب والنتائج وي وي وي. ما هو منتخبنا، هي بلادنا، لازم ندعم منتخب مصر. ولكن ان الاخبار اللي طالعه والصحفي اللي قال موضوع اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا هو احمد درويش، صحفي او هو مسؤول تحرير في برنامج على قناه الحياه بتاع كريم حسن شحاته، هو اللي قال الخبر ده ان محمد صلاح بيدرس الاعتزال دوليا في عدم ان منتخب مصر ما فاز ببطوله افريقيا. فالخبر ده يا رب يطلع كده، ان صعب جدا يكون النجم بتاعك، السوبر ستار بتاعك، واحد من يعني واحد من اساطير الكره المصريه. ده مش هيتكرر. ما هات لي بعد كده حد يطلع بنفس العقليه بتاعت صلاح، بنفس المخ بتاع صلاح. ان احنا ما عندناش الكواليتي بتاع محمد صلاح ده موجود في الدوري المصري، ده نادرا، ده هو طلع فلته، هو فلت كده، فلت. اما قصه اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا دي حاجه صعبه، دي حاجه صعبه في حد ذاتها يعني. ان محمد صلاح ده نجم، محمد صلاح لازم تدعمه. سيبك انت كمشاهد او مشجع ان هو بيجي مع المنتخب ما تفهمش ايه اللي بيحصل، لازم تدعمه. واحنا كمصر اللي احنا بندعم محمد صلاح مهما لما كان في بازل واحنا في ظهره. ولكن بتمنى من محمد صلاح ان هو يعمل اقصى حاجه عنده، يعمل اقصى حاجه عنده. بتمنى يعني نفسنا نشوف منتخب مصر يكسب بطولة افريقيا مع محمد صلاح. نفسي اشوف اسطورة مصر في الوقت الحالي يكسب بطولة افريقيا. نفسي اشوف محمد صلاح بيكسب بطولة مع المنتخب. نفسي، ما هي عشان يبقى كده قفل اللعبة بجد، عمل نجاحات في اوروبا، نفسي ياخد حاجة مع المنتخب عشان يبقى قفلها بقى، عشان ما يجيش بعد كده يقول لك ده خد بره بس ما عملش حاجه مع المنتخب. احنا مش عاوزين دي، ان دي حاجه بجد لازم تضاف له، ان هو فعليا نجم مش هيتكرر، نجم حرفيا مش هيتكرر محمد صلاح. فانت بتتكلم يا رب يا رب نفسي المنتخب ياخد بطوله افريقيا السنه دي عشان محمد صلاح. الراجل ده تعب كتير، فلازم يعني مجهوده يختم في الاخر بفوز ببطوله مع منتخب مصر. خلي بالك ان ممكن تكون دي مثلا القبل الاخيره بطوله افريقيا لمحمد صلاح. انت ما تعرفش هو هيعتزل امتى، ان العمر مجرد رقم. اركن كريستيانو رونالدو على جنب، اركن ده حبيبي، اركنه على جنب. ولكن قصه تصريح او الخبر بتاع اعتزال محمد صلاح ده يا رب يطلع كذب بعد بطوله افريقيا. يا رب يا رب، ويا رب المنتخب يكسب غانا عشان الماتش صعب، وهنتكلم عليه في الايام اللي جايه. سلام.